سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. مهم اللي اول مره غيشوف القناه كنتمنى تدعموني بلايك وديروا لي ابوني وتفعلوا زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديالي ويوصلكم الفيديوهات ديالي. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم اللي كيشجعوني ويخليوني انني نعطي اكثر ما عندي. مهم كما كتشوفوا اليوم انا غنشارك معكم عصير ديال الزعزع اللي معروف اللي تشهر بزاف، ولكن انايا غنديرو بطريقه اللي بسيطه بزاف ومكونات يعني ساهلين. اول ما غنحتاجو كما كتشوفوا لافوكا. انا عندي هنايا 2 لافوكات. نتوما يعني تقدروا تضاعفوا الكميه. بالنسبه لكتو غديروا غير 3 الكيسان، راه هاد الكميه هذه اللي غندير انا راه غدكم. الا كنتو غديروا كتر راه غتضاعفوا المكونات كاملين، غتضاعفوا ليهم الكميه. المهم عندنا البنان، عندنا التفاح، عندنا الكيوي. تقدروا ديروا اي فاكهه عندكم تذوقوا بها. والعنصر اللي مهم في هذا الوصف في هذا العصير هذا هو لافوكا. وهنا عندنا الفواكه الجافه. انا هرمشت وما كنبغيش نخليهم يعني صاينين، كنبغي يكون مهرمش شويه. وعندنا هنايا دانون فاني. هاد دانون فاني غنستعملو على حساب باش ما يتاكسدش ليا لافوكا. يعني الا بغيتو لافوكا ما تاكسدش ديروا يا اما الحامض يا اما دانون فاني. وعندي هنا كاس ديال الحليب حيت غنستعمل 2 لافوكات. وعندي هنا صوص كراميل، تقدروا تستعملوا اي صوص ديال الفريز ولا ديال الشوكولات، يعني كيبقى اختياري. وعندي هنا هذا النوع ديال بيمو على شكل حتى هو بحال السيجار، هذا كيكون كله شوكولات. تقدروا كما قلت لكم هادو بالنسبه اللي غنبين لكم دابا هادشي للتزيين، تقدروا تستعملوا اي حاجه. وخديت هنا الشوكولات. وهنا عندي هاد البيمو هذا بحال الشكل ديال اوريو، تقدروا تستعملوا اوريو ولا تقدروا تستعملوا هاد البيمو هذا. وهنا عندي هاد الشكل هذا ديال السيجار، تا هو تقدروا تستعملوا اي ماركه بغيتو. المهم كما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي غنحتاجو، ساهلين ورا رخاص وفي متناول الجميع. اول حاجه غناخد الخلاط ديالي، غندير فيه دانون ديال الفاني بنكهه الفاني كما قلت لكم باش هذاك لافوكا ما تاكسدش ليا. واللي مبغى يستغنى على دانون فاني تقدروا ديروا قطرات ديال عصير الحامض صافي. ومن بعد غنضيف ليه 2 لافوكات، غنقطعهم وغنضيفهم لهاد دانون فاني. وغنزيد عليهم كاس ديال الحليب و2 معالق كبار ديال السكر سنيده. المهم السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. ملي غتطحنوا لافوكا راه غتذوقوا السكر، واش بغيتوها تجي شويه حلوه ولا تجي مسوسه، الاختيار ديالكم. المهم ملي غنطحن لافوكا غنبقى نكمل معكم باقي المكونات.
كما كتشوفوا من بعد ما قطعت الفواكه اللي عندي قطعتهم، حاولت نقطعهم صغار. المهم كناخذ هاد الكيسان هادو اللي كبار، تقدروا تستعملوا اي شكل عندكم. عندي هادو ديال فيهم هاد الايموجي. من بعد كناخذ الصوص ديالي، كنديرها غير شويه من الجناب باش تعطيني واحد ديكور ملي نخوي لافوكا. بالنسبه لافوكا راه خصها تجي خاتره. هاد العصير كتبغي لافوكا تكون شويه ثقيله. لكتو غديروا جوج حبات ديال لافوكا، غديروا معاهم كاس ديال الحليب. ولكتو غديروا غير وحده، غديروا معاها غير نص كاس ديال الحليب. المهم انا غنخوي غير شويه، غير ما كاملش نص ديال الكاس، غير ربع ديالو صافي. ومن بعد دابا غنبدا نضيف الفاكهه اللي قطعت. تقدروا ديروا اي فاكهه عندكم، لا عندكم الفريز ولا عندكم الكاكي ولا عندكم البعويد، اي فاكهه عندكم في الدار تقدروا تضيفوها. صافي غندير غير شويه منها صافي، وغنعاود نخوي لافوكا صافي، وغنزينها من الفوق بالشكلاط وبالبيمو اللي وريتكم قبل. وكما قلت لكم بالنسبه للتزيين تقدروا ديروا اي نوع بيمو عندكم، واي شوكولاته عندكم تقدروا تزينوا به. وحتى الفواكه الجافه تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا البيستاج، اكاجو، اي حاجه عندكم ديال الفواكه الجافه تقدروا تزينوا بها. المهم كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كيجي زوين وبنين، وخصوصا هذاك لوغو ما بين لافوكا والفاني راه كيجي واحد المذاق زوين بزاف وراه اقتصادي. وبالنسبه للصوص تقدروا تستعملوا كما قلت لكم اي صوص بغيتو. انا هذه درت ديال الكراميل، تقدروا ديروا ديال الفريز ديال الشوكولات. وبالنسبه للصوص راه اختياريه، تقدروا ديروها ولا ما ديروهاش، وديروا اي نوع ديال السيجار عندكم ولا الشوكولات ولا اوريو، اي حاجه عندكم تقدروا تزوقوا بها. وتا الفواكه الجافه اي حاجه عندكم تقدروا ديروها، راه كيجي زوين وما غاديش تشبعي منه، وكيطلع لك رخيص، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه. فعوض ما انك غادي تمشي تاخدي ب10 دراهم من شي محلابه ولا شي بلاصه، غتصايبيه في الدار وغيطلع لك ارخص من انك غتمشي تشريه. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله تجربوه، راه كيجي زوين. وما تنسونيش كما قلت لكم من لي لايك ديالكم ومن التعاليق. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.